السلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا اتقدم بالتعازي لكل الشعب المصري ولكل المصريين على الشهداء اللي سقطوا النهارده من اهل مصر ومن ابناء مصر. اسمحوا لي ان انا اقول لكل المصريين من فضلكم ارجو ان انتوا تنتبهوا لكل كلمه هقولها لكم دلوقتي. شوفوا، الهدف كله من اللي بيتعمل ده هو اسقاط الدوله المصريه، وهم في استراتيجيتهم اللي هم شغالين بيها عارفين كويس قوي ان تماسك الدوله، تماسك المصريين لابد من كسره. وانا مش هقول كلام جديد عليكم، لكن انا بكرره وباكده عليكم. شوفوا على المواقع استراتيجيه داعش في مواجهه مصر. شغالين على ايه؟ شغالين على ازاي يعملوا فتنه بين المصريين، بين المسلمين وبين المسيحيين. ازاي يقولوا للمسيحيين في مصر ان انتم الدوله المصريه لا تقوم بحمايتكم بالشكل الكافي، ان انتم مش امنين في مصر. دي الرساله اللي هم شغالين بيها دلوقتي. وخلال الشهور اللي فاتت في كنيسه البطرسيه وكنيسه طنطا وكنيسه اسكندريه، هو ده الرساله. والنهارده العمل اللي بيتعمل ده هو الهدف منه كده. الهدف منه انه يقول للمصريين لا، التماسك اللي بينكم ده بين الشعب المصري كله بمسلمين ومسيحيين لازم يتكسر. هو ده الهدف اللي بيتعمل. من كام شهر، من 5 شهور او 6، انا قلت للاجهزه خلي بالكم، مهمتهم في سوريا خلصت، هم دمروا سوريا خلاص. واول ما المقاتلين ابتدوا يخرجوا من حلب، والكلام ده من 5 شهور او اكتر، قلت لهم خلي بالكم المقاتلين دول في جزء منهم هيجي لنا، انتبهوا لهم، وهيتحركوا في اتجاه سيناء وفي اتجاه المنطقه الغربيه بالحدود المشتركه بيننا وبين ليبيا. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ انتوا يمكن تكونوا بتسمعوا الكلام ده بشكل او باخر من خلال الاعلام او من خلال احاديثنا، لكن النهارده احنا عايزين ننتبه ليه قوي قوي قوي، نخلي بالنا قوي من الكلام اللي احنا بنقوله ده. احنا خلال بعد سقوط النظام في ليبيا احنا كنا منتبهين وعارفين ان هيجي لنا من هناك شر كبير، وقواتنا كانت موجوده على امتداد الحدود وفي مناطق زي ما قلت مره قبل كده، حتى اثناء وجود الحكم السابق في مصر او النظام السابق في مصر. رحنا هناك وبقينا موجودين. احنا خلال السنتين الاخرانيين فقط حجم العربيات اللي تم تدميرها بالدفع الرباعي اللي عبرت الحدود لينا هنا في مصر تقرب من 1000 عربيه خلال ال3 شهور اللي فاتوا. خلال ال3 شهور اللي فاتوا احنا مدمرين تقريبا 300 عربيه. ده كل ده كان جاي يستهدف المصريين ويستهدف امننا. في جهد كبير جدا بيتعمل لحمايه شعبنا وحمايه ارضنا، وده اللي انتوا شفتوه النهارده مش هيعدي كده. المعسكرات اللي خرجت منها واللي بيتم التدريب فيها للعناصر ديت، وانا بكلمكم دلوقتي تم توجيه ضربه ليها جامده جدا. وبالمناسبه مصر لن تتردد ابدا في توجيه ضربات ضد معسكرات الارهاب في اي مكان. وانا بقول الكلام دوت عشان احنا في مصر لا بنتآمر على حد ولا بنعمل في الخفاء. احنا بنعمل بوضوح لان احنا بنحافظ على شعبنا وبنحافظ على الامن القومي المصري، واللي هيقرب من امننا احنا هنتصدى ليه
كما ينبغي. بقول تاني، أي معسكرات هيتم التدريب فيها لتوجيه ضربات لينا في مصر احنا هنقوم بضربها داخل مصر طبعا وخارج مصر. وأرجو أن الرسالة دي تبقى واضحة للجميع. نحن لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله. وبقول للمجتمع الدولي مرة تانية، احنا اتكلمنا في استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف في العالم وأطلقناها في مؤتمر القمة العربي الإسلامي الأمريكي. الكلام اللي احنا بنقوله ده لو اجتمعنا عليه وتحركنا فيه كمجتمع دولي هنقدر نصمد ونقدر نهزم أهل الشر. الدول اللي بتدعم الإرهاب وبتقدم له المال والسلاح والتدريب يجب أن تعاقب، ولا مجاملة ولا مصالحة معهم. أنا بوجه ندائي للرئيس الأمريكي الرئيس ترامب، بقول له فخامة الرئيس إني أثق فيك وفي كلامك وفي قدرتك على أنك أنت ستكون مهمتك الأولى هي مواجهة الإرهاب في العالم. أنا متأكد يا فخامة الرئيس أن أنت قادر على تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للإنسانية وللسلام وللأمن وللاستقرار. مرة تانية بقول للمصريين اوعوا وانتبهوا وحافظوا على تماسككم. صحيح احنا متألمين، صحيح احنا مجروحين، لكن هي دي ثمن كبير قوي احنا دفعناه وبندفعه من اجل حرية حقيقية لبلدنا، بدل ما تقع في ايد التطرف والارهاب وتصبح مصر قاعدة للراديكالية في العالم. انا قلت في بداية الكلام ان الاستراتيجية اللي هم حاطينها بيقولوا ان مصر اذا سقطت سادت الفوضى في العالم كله. وعشان كده مرة تانية بقول ان كل الجهود بتبذل لضرب الاقتصاد المصري، لضرب السلام الاجتماعي في مصر. انا عارف ان احنا كمصريين رغم الألم اللي احنا موجودين فيه ده احنا هنظل متماسكين وهنظل قادرين. والحرب اللي احنا بنخوضها بالنيابة عن العالم كله للحفاظ على الأمن والسلام، مش بس في مصر ومش بس في منطقتنا، بقول في العالم كله. وبقول مرة تانية على العالم كله إن هو يتحد في مواجهة هذا الشر. تم تنظيم وإطلاق المركز مكافحة الفكر المتطرف في المملكة العربية السعودية وإحنا أعضاء فيه. وجب علينا كلنا إن احنا نتحرك لمواجهة هذا الفكر المتطرف. مرة تانية بقول احنا تم توجيه ضربة ولن نتردد مرة أخرى في توجيه ضربات أخرى ضد الأماكن والمعسكرات اللي فيها تدريب وفيها عناصر يمكن أو مش يمكن تهدد أمن مصر القومي. أما العناصر داخل مصر فده في شأن تاني. لن نتردد أبدا في إن احنا نواجههم ونلاحقهم في كل مكان. وأنا بقول لأجهزة الأمن أمن مصر وسلامة المصريين أمانة في رقبتكم وأمانة في رقبتنا وأمانة في رقبة كل المصريين. أعنا الله سبحانه وتعالى على اللي احنا فيه، ووفقنا وحمانا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.